الشقة اللي معانا النهاردة فيها أوضة للليفينج روم، عشان كده الريسبشن بتاعنا هيكون فيه قطعتين. قطعة اللي هي الصالون أو منطقة استقبال الضيوف، والقطعة التانية هتكون السفرة. حبيت النهاردة اني اعمل في الديزاين بتاع الريسبشن ده خدعة كده، بحيث ان انتوا لما تيجي تبصوا على الريسبشن ده لأول وهلة هتحسوا ان انتوا بتتفرجوا على ديكور كلاسيك، على الرغم من انتوا لو دققتوا شوية مش هتلاقوا ولا قطعة كلاسيك موجودة اصلا في الريسبشن. فلو انتوا حابين ان الريسبشن بتاعكم يبان راقي زي الديكورات الكلاسيك القديمة، وفي نفس الوقت انتوا اصلا ما بتحبوش الاثاث الكلاسيك، فتعالوا اوريكم بالتفصيل انا عملت ايه علشان ناخد بس فكرة الرقي من الديكور الكلاسيك، بالرغم من اننا مش حاطين ولا قطعة كلاسيك في الريسبشن. اول حاجة هنفكر فيها هي باليت الالوان اللي احنا المفروض نستخدمها علشان يبان الريسبشن بتاعنا شكله كلاسيك. باليت الالوان اللي انا استخدمتها النهاردة هي باليت الوان تقيلة شوية، يعني هنلاقي درجة الاخضر مع درجة البني، ومش اي اخضر ومش اي بني، لا، ده بني غامق والاخضر الغامق. وبالت الالوان بس لوحده، اختيار البالت الالوان اللي انا قلت لكم عليها الاخضر والبني كان كفيل انه يحسسنا اصلا يعني بالاحساس الديكور الكلاسيك في المكان. بس لو احنا اكتفينا بس بالاخضر والبني هنلاقي ان الالوان دي غامقه زياده عن اللزوم، فكان لازم نكسر حده الالوان الغامقه دي بلون تاني. وكان اختياري للون الاورنج بتهيألي كان اختيار موفق، لانه فعلا كان لايق مع الاخضر ولايق مع البني. تعالوا بقى اوريكم انا استخدمت الاورنج في ايه. احنا استخدمنا طبعا الاورنج واضح جدا في الستاير اللي موجوده، وهكلمكم على الستاير بالتفصيل، لان انا هنا ما استخدمتش نوع قماش يعني لا كتان بقى ولا كده، لا انا استخدمت القماش الشيفون للستاير، وهنتكلم على الستاير كمان شويه بالتفصيل. تاني حاجة الكوشنز الموجودة على الاتنين الفوتيه اللي موجودين في منطقة الصالون برضو كانوا باللون الأورنج، والأكسسوارز كمان اللي موجودة معانا كان في منها كتير باللون الاورنج، موجود على الترابيزه اللي موجوده في منطقه الصالون، وكمان موجود فوق في النجف في شويه لمط كده لونها اورنج. كمان علشان الالوان الغامقه ما تبقاش هي الطاغيه على المكان، فكان لازم تكون الدهانات كلها بالفواتح، والارضيات كمان لونها فاتح، والسفره كمان اللي احنا استخدمناها كانت كلها فاتحه وفيها بس كده تاتشات بالبني على ظهر الكراسي. تعالوا نركز بقى على منطقة استقبال الضيوف، واللي هنلاقي فيها الحيطة اللي باللون الأخضر، واللي أنا شايفة إن هي الفوكال بوينت بتاعتي في الريسبشن كله أصلا. هي أكتر حاجة ملفتة للنظر هي الحيطة اللي باللون الأخضر. تعالوا بقى نتكلم عن ألوان الأثاث اللي موجودة عندنا. هنلاقي إن في كنبتين عندنا لونهم مختلف عن بعض، واحدة باللون البني والتانية باللون البيج الفاتح، والكنبة اللي باللون البيج هي اللي احنا حطيناها قدام الحيطة الغامقة علشان ما تبقاش كله غامق في غامق، والناحية التانية حطينا الكنبة اللي باللون البني. كمان عندنا الاتنين الفوتيه اللي معانا لونهم اخضر غامق، وحاطين عليهم الكوشنز اللي باللون الاورنج، واللي كانت ماشية طبعا مع الستاير بتاعتنا. تعالوا اكلمكم بقى شوية على البانكت العبقري العبقري جدا ده. شيء عملي جدا الحقيقة، وانا فعلا يعني معجبة بيه جدا، ومعجبة ان ناس كتيرة بدأت تستخدمه. وميزة البانكت ده بقى فيه اكتر من ميزة، عدوا بقى معايا. اولا هو ملوش مكان محدد، يعني مش ملوش حتة معينة نحطه فيها. احنا ممكن نحطه في مدخل الشقة جنب الجزامة، ممكن نحطه في الكوريدور اللي بيوصل على الأوض، ممكن نحطه في منطقة الصالون زي ما احنا عاملين كده. لو احنا عندنا ضيوف يعني زيادة، عددهم زيادة، ممكن نحطه مع السفرة لو جالنا ضيوف زيادة أو عدد الكراسي مش مكفية. فالحقيقة هو ليه استخدامات كتير جدا، وعملي جدا، ووزنه خفيف، وبياخد كمان شخصين مش شخص واحد زي الباف. كمان احنا نقدر يعني نستخدمه كمنطقة تخزين زي ما بنعمل بالظبط في الركنات، يعني يكون بيتفتح ونقدر نحط فيه اي حاجة احنا محتاجين نخزنها زيادة. فهو فعلا حاجة عبقرية وشكله حلو جدا جدا جدا. وانا هنا برضو اخترت اللون بتاعه يكون باللون البني الغامق، درجته مختلفة عن لون الكنبة كمان اللي موجودة معانا. اخترته من نفس الدرجة بتاعة ظهر الكرسي بتاع السفرة. كمان من ضمن الحاجات اللي هتحسسنا بالديكور انه كلاسيك هي فكرة السجاجيد المنقوشة. بس خدوا بالكم، هو السجاجيد المنقوشة فعلا موجودة في الديكور الكلاسيك،
بس احنا هنا معانا السجاجيد النقشة بتاعتها اصلا نفسها مش كلاسيك، النقشة بتاعتها مودرن جدا، بس هي فكرة النقش نفسه او الحاجات اللي فيها رسومات هي بتدينا احساس بان الديكور كلاسيك. فدي برضو كانت من الخدع اللطيفة جدا اللي انا عملتها في الريسبشن ده. تعالوا بقى نتكلم شوية عن الستاير اللي قلتلكوا هكلمكوا عنها في اخر الفيديو، انا ليه اخترت الستاير شيفون. بصوا يا جماعة، مادام احنا عندنا في الستاير بلاك اوت خلاص ركبناها وعملنا لها مكان، فاحنا مش مضطرين اننا نعمل ستاير فوقيها تاني تقيل وخفيف. مش لازم ان الستارة التقيلة تبقى بلون والستارة الخفيفة بلون. طب انا اصلا عندي بلاك اوت هيداري الشمس وهيبقى حاجب الرؤية وكل حاجة، فايه اللي يخليني مضطرة اني اعمل ستاير تقيل وخفيف؟ فانا خلاص مش مضطرة ان انا احط ستارة تقيلة وخفيفة. فلو احنا عملنا الستاير البلاك اوت نقدر نعمل فوقيها بقى الستاير كلها شيفون. والستارة الشيفون هنا في اللون الاورنج تبقى احلى بكتير، او مش هتلاقوا اصلا اللون الاورنج ده موجود في اي نوع قماش تاني بنفس الدرجة دي. فاحنا بس محتاجين درجة اللون بتاعة الاورنج ومحتاجينها تكون بالشكل الشيك ده، فعشان كده كان الشيفون انسب اختيار. سريعا هنتكلم عن الاكسسوارز بتاعتنا، والنجف اللي موجود معانا كان برضو كله مودرن، بس احساسنا او اختياري للون الذهبي هو اللي مدينا احساس شوية بان ان الاكسسوارات كلاسيك. كمان عندنا الاتنين ابليك اللي موجودين جنب التابلو الكبير اللي محطوط على الحيطة الخضراء، شكلهم يبان ان هم كلاسيك بس هم مش كلاسيك الحقيقة، هم مودرن. وكمان برضو اخترتهم باللون الذهبي، واللون الذهبي كان ماشي جدا مع الحيطة، يعني منورها كده. وكمان التابلو اللي معانا اخترت الفريم اغلبه يكون لونه ابيض علشان ما يغمقش الحيطة، بالعكس يعني يكون مديها كده اضاءة حلوة. ونيجي كمان للعمود ده عملناه برضو باللون الاخضر من نفس درجة اللون بتاعت الحيطة الخضراء، وحطينا عليها المراية الفريم بتاعها برضو باللون الذهبي. وخلينا متفقين ان اللون الذهبي من اكتر الحاجات اللي بتدي احساس بالرقي، ومن اكتر الحاجات اللي كانت بتستخدم في الديكور الكلاسيك. كمان الارفف اللي موجودة دي شكلها مودرن جدا. والباسكت لو خدتوا بالكم انا بحب الحاجات الشغل الرتان او الخوص او البامبو والحاجات دي بيبقى شكلها حلو جدا، فانا حبيت ان انا اجرب احطها هنا في الديزاين ده، ولقيته ان شكله كان طالع حلو جدا. طيب تعالوا نلخص كده الفيديو ده في ثواني. يعني احنا دلوقتي لو حابين اننا نعمل الديكور بتاع الريسبشن بتاعنا كلاسيك، يبقى اختيارنا اول حاجة نختار باليت الالوان اللي يحسسنا بالاحساس الكلاسيك، واختيار الغوامق كفيل لوحده انه يحقق لك ده. تاني حاجة انك تفتح الارضيات وتفتح الحوائط، دهانات الحوائط تكون فاتحة، وتحاول تكسر الالوان اللي انت اخترتها الغامقة دي بلون تاني مختلف يكون مفرقع كده، يكسر لنا شوية حدة الالوان الغامقة اللي احنا اخترناها. تاني حاجة السجاجيد المنقوشة، نختار سجاجيد تكون منقوشة، ومش شرط النقشة تكون نقشات كلاسيك قديمة، احنا ممكن نختار نقشات مودرن، فبرضه هتدينا الإحساس بالرقي والديكور الكلاسيك. تالت حاجة اننا نوحد الوان الاكسسوارز بتاعة الريسبشن بتاعنا يكون كلها باللون الذهبي او اللون السيلفر، من اكتر الحاجات اللي هتديك احساس بالرقي وهتديك احساس بان الديكور بتاعك كلاسيك. اخر حاجة ناخد بالنا انه مش شرط يا جماعة ان نختار الاثاث كله بنفس اللون، زي ما انتوا شفتوا كده منطقة الصالون عندنا اخترنا فيها 3 الوان مختلفة، بيج وبني واخضر. ومننساش كمان الزرع بتاعنا لازم يكون موجود في الريسبشن، سواء اذا كان بقى ديكور كلاسيك او مش كلاسيك. انا عاده ما بحبش اطول الفيديو عشان ما تزهقوش، بس المره دي كان في تفاصيل كتيره قوي ما كنتش حابه اني افوت اي حاجه منها. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو تقدروا تاخدوا منه افكار. وقبل ما تمشوا ما تنسوش اللايك وكمان سبسكرايب للقناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.